اللي على اليمين احمد سيد زيزو، اللي على الشمال رمضان صبحي. تعال اقول لك بقى فرق اداره النادي الاهلي واداره نادي الزمالك في التعامل مع الاثنين. هنبدا باول حاجه برمضان صبحي. رمضان صبحي لما شاف نفسه على النادي الاهلي ما فكرش، قال له يا التجديد يا اما تمشي، انما السعر اللي انت عايزه مش هجدد لك بالسعر اللي انت عايزه علشان ما تدمرليش غرفه اللبس في النادي الاهلي. فرمضان صبحي كان قدامه قرارين، يا يجدد مع النادي الاهلي بالرقم اللي النادي الاهلي عايزه، يا اما يسيب النادي الاهلي ويروح نادي تاني. والنادي الاهلي قال له قدامك ساعه واحده بس، يا اما التجديد يا اما تمشي. ورمضان صبحي ساعتها اختار ان هو يمشي من النادي الاهلي. هل جماهير النادي الاهلي طلعت وقفت ضد اداره النادي الاهلي؟ لا، وقفت في ظهر اداره النادي الاهلي وقال لك اللي باعنا خسر ده لعنه. وساعتها رمضان صبحي خسر كل حاجه. ورمضان صبحي فين دلوقتي؟ بحققوا معاه في المنشطات، يا اما الوقف يا اما يكمل مع بيراميدز. ورمضان صبحي ما بقاش موجود على الساحه. رمضان صبحي خسر النادي الاهلي وبطولات النادي الاهلي، على العكس احمد سيد زيزو اللي بيجدد سنه بسنه، اللي اول مره اشوفها في الدوري المصري ان حد يجدد سنه بسنه اذا كان لاعب كبير في السن والاداره خايفه ان مستواه يقل السنه اللي بعدها، فعشان كده بيجددوا له سنه بسنه. انما احمد سيد زيزو بيجدد سنه بسنه عشان كل سنه يغلي سعره على نادي الزمالك، عشان عايز يسيب نادي الزمالك لان الطلب عليه كتير، الطلب عليه من الخليج وكمان في الدوري المصري من النادي الاهلي، لان احمد سيد زيزو نفسه يجي النادي الاهلي. واي حد هيقول لك مش نفسه يجي النادي الاهلي هيبقى بيكذب عليك. اداره نادي الزمالك بقى بتتعامل ازاي مع احمد سيد زيزو؟ بتجدد له كل سنه بالرقم اللي هو عايزه، لان احمد سيد زيزو بيضغط عليهم بحته الجماهير، لان الجماهير مش عايزه احمد سيد زيزو يسيب نادي الزمالك. وحاب اقول لك كمان ان احمد سيد زيزو لو مشي من نادي الزمالك، اتفرج بقى على جماهير نادي الزمالك هتعمل ايه في ادارتها. مش هتقف في ظهر الزمالك وتقول لك ما يغور اللي باعنا خسر ده لعنه. عرفتوا بقى الفرق بين اداره نادي الاهلي واداره نادي الزمالك؟ مع ان رمضان صبحي ساعتها كان افضل لاعب في النادي الاهلي وافضل لاعب في الدوري المصري، انما احمد سيد زيزو دلوقتي افضل لاعب في نادي الزمالك بس مش افضل لاعب في الدوري المصري. بس اداره نادي الزمالك لو فرطت في زيزو، اتفرج على الجماهير هتعمل ايه في اداره نادي الزمالك، هتسلخ اداره نادي الزمالك. انما الجماهير وقفت في ظهر النادي الاهلي. عرفتوا بقى الفرق؟ علشان كده احمد سيد زيزو بيجدد سنه بسنه وكل سنه بيغلي على نادي الزمالك. اذا كان يا جدع مصطفى شلبي عقده 48 مليون مش عايز احمد سيد زيزو يطلب 100 مليون. عرفتوا بقى الفرق بين الادارتين؟ بس كده، يلا سلام.